أنا اسمي حنين ومطلقة وعايشة لحالي. المهم قررت في يوم من الأيام أمر عليهم وأسلم. ما دريت إن هذه الزيارة بتقلب حياتي فوق تحت وبتدخلني في متاهات ما لها أول من تالي. دخلت بيتهم وكانت مريم يا بعد عمري فرحانة فيني ومو شايلتها الأرض، وقالت لي لازم تتغدين عندنا اليوم. وأنا بحكم الميانة والعشرة وافقت، وما كنت أدري إن الشيطان شاطر وأن عاشور عينه زايغة وما يملى عينه إلا تراب. المصيبة بدت يوم مريم دخلت المطبخ تجهز الغداء وتركتنا لحالنا في المجلس، وهني بانت النوايا وتكشفت الأقنعة بشكل ما توقعته أبداً. مريم الله يسعدها راحت تحوس في المطبخ وتصلح لنا ذيك الأكلات السنعة، وتركتني مع زوجها عاشور في الصالة. أنا كنت جالسة باحترامي وحشمتي، بس لاحظت نظرات عاشور غريبة ومو مريحة أبداً، كأنه يطالع فيني بنظرات تفحص دقيقة خلتني أرتبك وأتصبب بعرق. وفجأة كسر الصمت وقال لي جملة جمدت الدم في عروقي. قال: يا حنين، ما شاء الله تبارك الرحمن، شهالزين، شهالخير اللي شايلته معك؟ أنا انصدمت وقلت له: ايش تقصد يا أستاذ عاشور؟ رد علي بوقاحة وقال: أقصد إنك مثل الأرض الخصبة اللي مليانة خيرات، وأنا فلاح محروم. مريم زوجتي طيبة بس أرضها جافة ما فيها هذا الثمر اليانع اللي عندك. أنا هني تارت بي الدنيا وما عرفت أرد. كيف يتجرأ يقارن بيني وبين زوجته صديقتي وعشرة عمري بهذا الشكل الرخيص؟ حاولت أغير الموضوع وأسوي نفسي ما فهمت تلميحات البذيئة، وقلت له: استغفر الله يا أستاذ عاشور، مريم فيها الخير والبركة وهي قايمة بواجبها وزيادة. لكن هو ما سكت واستمر في كلام المعسول المسموم، وقال لي: انتي ما تفهمين يا حنين، الرجل يحتاج شوفة صر الخاطر، يحتاج فاكهة صيفية تبرد على قلبه، وانتي ما شاء الله عليك كلك حياة ونظارة. بصراحة شكلك وتمسكك يخلون الواحد يضيع علومه. كان يتكلم عن الفاكهة وهو يأشر ويلمح على جسمي بطريقة خلتني أتمنى الأرض تنشك وتبلعني. المشكلة أن الشيطان كان يلعب برأسي في ذيك اللحظة، وبديت أحس بشعور غريب، شعور بالرضا عن النفس، إن في أحد لسه يشوفني جذابة ومرغوبة، خصوصاً بعد طلاقي وحدتي اللي ذبحتني. وهذا كان المدخل اللي دخل منه إبليس. جلست أفكر في كلامه وأنا قلبي يدق مثل الطبول، صراع داخلي رهيب بين الصح والغلط، بين الأمانة والخيانة. هو استغل صمتي وارتباكي وقرب مني أكثر وقال لي: تدرين يا حنين، المشكلة إن الواحد يكون عنده جوهرة ببيته بس ما يعرف قيمتها، أو يكون عنده أرض بس ما تطلع إلا شوك، وأنا شايف قدامي بستان مليان فواكه ما حد قطفها. كلامه كان كله ألغاز وتشبيهات عن البطيخ والخير الوفير اللي يشوفه فيني، وكأنه يوصل لي رسالة إن مريم ما تملى عينه من هذه الناحية. وأنا للأسف وبكل ضعف بشري بديت ألين الكلامة. حسيت إن أنوثتي اللي اندفنت بعد الطلاق بدأت تتحرك، وما كنت عارفة إن هذه بداية الانزلاق في الهاوية اللي ما منها رجعة. شوي وجت مريم شايلة صينية الغداء وهي تبتسم وتقول: يا هلا والله بحنين، نورتي البيت. وأنا وجهي كان ألوانه من الخجل والخوف، لا تحس بشيء. جلسنا ناكل وعاشور كان يوزع نظراته بيني وبين صحمه، وكان كل شوي يرمي كلمة بها معنيين. يقول المريم: تسلم اليدك يوم العيال، بس الأكل ينقصه شوية حلا، والحلا كله جالس قدامنا. مريم المسكينة كانت تحسبه يجاملني كضيفة وتضحك بعفوية وتقول: حنين تستاهل كل خير. ما درت أن زوجها قاعد يخطط ويرسم على شيء ثاني تماماً، وأنا كنت أغص باللقمة من كثرة تأنيبي بالضمير. بس في نفس الوقت كان في صوت داخلي يقول لي: عيشي حياتك، أنتي وحيدة ومحتاجة اهتمام. وهذا الصوت هو اللي دمرني. خلصنا غدا وجلسنا نشرب الشاهي، وأنا كنت على أعصابي، أبي أطلع من البيت بأسرع وقت قبل لا تصير مصيبة. قلت لمريم: يلا يا حبيبتي، كثر الله خيركم، لازم أمشي، تأخرت. مريم حلفت علي أجلس، بس أنا أصريت، وهني تدخل عاشور وقال: أبدا ما تطلعين لحالك في هالوقت، أنا بوصلك بطريقي، أصلا عندي مشوار قريب من حيكم. مريم قالت: إي والله يا أبو فهد، عاشور وصلها يا حنين، غالية علينا وما نرضى تتبهدل في المواصلات. يا غفلتك يا مريم، ويا طيبة قلبك اللي ودتك في داهية.
وافقت أركب معاه وكنت أقول لنفسي إنها مجرد توصيلة وبس، وما دريت أن السيارة بتكون المكان اللي بتنكسر فيه كل الحواجز. ركبت السيارة وأنا قلبي يرجف، وأول ما حركنا التفت علي وقال: يا زين هالصدفة اللي خلتني أوصلك. تدرين يا حنين، أنا طول الغدا وأنا ماسك نفسي بالقوة. قلت له وأنا أتصنع الجدية: يا أستاذ عاشور، عيب هالكلام، أنت زوج صديقتي وأنا بحسبة أختك. ضحك ضحكة ساخرة وقال: أختي مين يا شيخة؟ أنت فتنة تمشي على الأرض. بصراحة أنا تعبت من الروتين والملل، أبي شيء جديد، أبي أذوق طعم الحياة من جديد. ومريم الله يهديها مشغولة عني، وأنا رجال ولي احتياجاتي، وأنت شكلك فاهمة وعارفة الشي بي الرجل. كلامه كان صريح وجريء، وبدأ يتكلم عن تفاصيل في حياته الخاصة ما المفروض تطلع لأحد، وكان يلمح إن الخير اللي عندي هو اللي ناقصها. حاولت أسكت، بس هو كان مثل السيل الجارف، يتكلم عن إعجابه ورغبته في التغيير، وقال لي: أنا رجال كفو وعندي طاقة مكبوتة، وأحس إنك أنت الوحيدة اللي تقدرين تستوعبين هالطاقة وتخمدين نيرانها. كان يستخدم مصطلحات مجازية عن القوة والاندفاع، وكأنه يبي يثبت لي رجولته وقدرته. وأنا بصراحة كأنثى وحيدة كلامه دغدغ مشاعري، بديت أحس إني مرغوبة وإن في رجال يبي يضحي عشاني. الشيطان زين لي المعصية وخلاني أشوف الخيانة كأنها مغامرة أو تعويض عن الحرمان اللي عايشته. وصلنا عند باب عمارتي وتمنيت اللحظة تنتهي، بس هو كان له رأي ثاني. وقفت السيارة عند باب العمارة وجيت بنزل، قال لي بصوت حنون وكله ترجي: حنينتك فين ريدي ناشف وأنا تعبان من السواقة؟ ما في كاسة موية تروي عطشي؟ أنا ترددت اللحظة، عقلي يقول لا وقلبي وعاطفتي يقولون حرام نرد الضيف. قلت له: أبشر، انزل اشرب موية وروح. ما كنت أحسب إن شربة الموية هذه بتكون مفتاح الشر. نزل معاي وطلعنا الشقة وأنا أقول لنفسي دقايق ويمشي، ما رح يصير شيء. فتحت الباب ودخلت المجلس وأروح أجيب للموية وأنا أرجف من ساسي لراسي، خايفة من الجيران، خايفة من الله، وخايفة من نفسي الأمارة بالسوء. جبت الموية ورجعت لقيته واقف يتأمل في صالة شقتي. أول ما شافني قال: يا سبحان الخالق، حتى بيتك فيه ريحة مميزة، ريحة أنثى حقيقية. قربت منه وعطيت الكاس ومسكت يدي بالغلط، أو هو تعمد يلمس يدي، وساعتها حسينا بكهربة. طاح الكاس من يدي وانسكب على الأرض، وهو استغل الفرصة وقرب أكثر وقال لي: فداك الكون كله لا تهتمين. وبدأ يقول لي شعر وغزل ما سمعته من سنين. قال لي: أنا عطشان يا حنين، ومو الموية اللي ترويني، أنا عطشان لحنانك واحتوائك، أنت النبع اللي أدور عليه من سنين. ثنين في ذيك اللحظة ضعفت وانهارت كل حصوني الدفاعية، نسيت مريم وصداقتي معها، نسيت المبادئ والقيم، وسلمت نفسي للكلام المعسون. عاشور كان خبير، يعرف كيف يلعب على الوتر الحساس. قال لي: أنا عندي فيض من المشاعر والقوة، أبي أغرقك فيه، أبي أكون لك السند والظهر اللي تفتقدينه. كان يوصف رجولته بأنها مثل الطوفان اللي بيجي ويغطي كل جفاف حياتك، وأنا كنت مثل الأرض العطشانة اللي تبي أي قطرة مطر. استسلمت له وسمحت له يدخل حياتي من أوسع أبوابها، وقضينا وقت ما حسينا فيه بالوقت. وكان الشيطان ثالثنا يزين لنا كل خطوة نخطيها في طريق الحرام. بعد ما هديت العاصفة وبدينا نستوعب اللي صار، جلس جنبي وقال وهو يلهث: يا الله، عمري ما حسيت بهذا الشعور، انت غير يا حنين، انت بحر ما له قاع. وأنا كنت في عالم ثاني ممزوج بين اللذة والندم. قلت له: ايش سوينا يا عاشور؟ خنا المليم، خنا العيش والملح. رد علي بكل برود: أي خيانة، إحنا ما سوينا شيء غلط، إحنا لبينا نداء الطبيعة. أنا كنت محتاج وإنتي كنتي محتاجة، ومريم ما رح تدري، اللي ما يعرف ما يتألم. كلامه كان مخدر، يحاول يقنعني إن اللي سويناه حق مشروع، وإن الفاكهة المحرمة دائما ألذ ممنع. وأنا مغيبة تماما. قبل لا يطلع وقف عند الباب وقال لي: أنا ما رح أقدر أستغنى عنك بعد اليوم، إنتي صرتي الإدمان حقي، ذقت عندك طعم ما ذقته في حياتي. وكان يلمح مرة ثانية بمصطلحاته عن الارتواء والشبع اللي حصل معاي، وقال إن لقى عندي الكنز اللي كان يدور عليه، وإنه مستعد يسوي أي شيء عشان تستمر هالعلاقة. أعطيته رقمي الخاص واتفقنا نتواصل، وخرج من عندي وهو يبتسم ابتسامة النصر. وأنا قفلت الباب وراي وارتميت على الكنب أبكي بحرقة، أبكي على نفسي وعلى صديقتي اللي طعنتها بظهرها. المصيبة يا جماعة الخير إن الموضوع ما وقف عند هالمرة، صار عاشور يجيني بشكل مستمر، كل ما لقى فرصة يهرب من مريم أو يتحجج بأي عذر يجيني طاير. وفي
وفي كل مرة كان يكرر نفس الأسطوانة، يتغزل في الخير اللي عندي ويشتكي من جفاف حياته مع مريم. وأنا صرت أنتظره، صرت أتجهز له، صرت أحس إنه هو الرجل الوحيد في حياتي، ونسيت إنه زوج صديقتي، ونسيت إنه ملكة لامرأة ثانية. صارت العلاقة بيننا مثل المخدرات، ندري إنها دمار بس ما نقدر نبطلها. هو يجي ياخذ حاجته من العواطف والمشاعر ويمشي، وأنا أبكى وحيدة مع ذنبي. مريم المسكينة كانت تتصل علي وتسألني وتعزمني، وأنا أتهرب منها، ما أقدر أحط عيني بعينها. أحس إني سارقة سعادتها واستقرارها، وهي على نيتها تحسبني مشغولة أو تعبانة. ما تدري إن زوجها أبو فهد يقضي أوقاته عندي، ينهل من النبع اللي حرمها منه، ويعطيني من كرمه وعواطفه اللي المفروض تكون لها. عشت في دوامة من الكذب والخداع، وكل ما جاء عاشور كان يجي معه الهدايا والكلام الحلو، ويحسسني إني ملكة زماني، وإني أنا الأصل وهي الظل. وكنت أصدقه لأني كنت محتاجة أصدق.